بقول لكم ايه يا اخواتي الحلوين، ما تيجوا مع بعض نعمل صينيه بطاطس باللحمه بطريقتي. لو عجبتكم يبقى خير وبركه، ما عجبتكمش يبقى ما خسرناش حاجه. بس بجد اتمنى ان انتوا تجربوها لان هي حلوه جدا جدا جدا. انا عارفه طبعا ان كلكم بتعملوا احلى حاجه، بس ما يمنعش ان احنا نجرب من بعض الطريقه. يعني انا اجرب طريقتكم وانتوا تجربوا طريقتي وبتبقى حاجات متبادله بينا حلوه قوي. جبنا البايركس بتاعنا او الصينيه اللي هتقدمي فيها، وقطعت بصلتين كده بجوليان، ويجي 15 فص توم كده قطعتهم بالطريقه زي ما انتم شايفينها دي. حطيت ملح، حطيت فلفل، شويه كزبره صغيرين، وكمون شويه صغيرين برضو، مع معلقه زيت كده او معلقتين صغيرين. وحطينا شوية بهارات برضو على جوز الطيب، 7 بهارات على جوز الطيب مع بعض، بس بحط بنسب صغيرة قوي عشان ما تبقاش طعم البهارات طاغي على اللحمة. وحطيت نص صوبع قرفة خشب، لان دي بتبقى مع البطاطس او صينية الخضار عموما تحفة جدا جدا. برضو مش كتير، ولكن حتة صغيرة عشان برضو بتودي الطعم. تبقى ريحة القرفة جاية من بعيد كده، بتبقى حلوة قوي قوي الحقيقة. آه، قرن فلفل اخضر قطعناه برضو بطريقة كده عشوائية، اي حاجة زي ما انتم شايفين كده. الحقيقة طعمها جربوها بجد حلوة قوي قوي قوي. هناخد بقى الحاجات دي كلها ونقلبها على بعضها، ونقعد بقى ندعكها كده مع بعضها، ونقلبها ببعضها كده شمال ويمين ويمين وشمال، لحد ما تحس ان كل الحاجات اللي تحت ايدك كده دبلت مع بعضها وخدت من بعضها. البصل مع الفلفل مع الثوم مع البهارات والقرفة كله. وفي الاخر تفرشيها بقى كده. على فكرة انا مش مجرية الفيديو ولا حاجة، هو كده على الطبيعة. ف جربيها وهتلاقيها حلوة جدا. البطاطس برضو قشرناها وغسلناها وقطعناها بالطريقة دي طرنشات. في كل واحد ليه طريقة في التقطيع، بس الطريقة دي شكلها بيبقى حلو في التقديم يعني. في ناس بتحب تعملها طويلة شوية، في ناس بتحب تعملها مكعبات، بس يعني هي دي طريقة شكلها كويس عشان البطاطس ما تتهريش معاكي. هي مش هتتهري لان اللحمة واخدة تسويتها. قلبنا بقى البطاطس بالخلطة دي كلها مع بعضها. عايزة اقولك الريحة تجنن جدا جدا جدا، ريحة الثوم مع الفلفل مع البهارات مع البصل مع البطاطس، والريح كمان هنزود الموضوع احلى واحلى. ريحة احلى واحلى لما اوريكم اللحمة انا سويتها قبل ما اعمل الحكايه دي كلها. وعلى فكره الوقت مش هياخد معاك اي حاجه، انت هتحط اللحمه على النار وتسيبيها، وبعد ما تستوي تظبيط الصينيه البطاطس مش هياخد منك ربع ساعه اصلا. اللحمه دي انا جايباها من الموزه، ما خدتش معايا تسويه كتيره، بس كان لازم اسويها لوحدها. شوحتها طبعا في بصلايه ومعلقه زيت وشويه فلفل وورقتين لوري. ولما اتشوحت ونزلت ميتها ونشفت على نار هاديه، على نار هاديه عشان ما تتلسعش منك، حطيت لها الطماطم بتاعتها، عصرت الطماطم وصفيتها وحطيتها وسبتها مع نفسها كده تستوي. زودتها شويه ميه في النص كده، بس ما حطيتش ملح خالص، وسبت اللحمه تستوي براحتها. كان باقي يعني على تسويتها قوي، لان طبعا عندي بيحبوا اللحمه مستويه كويس. فكان باقي يعني، هي استوت لكن ما استوتش قوي. هي بقى استوت قوي في صينيه البطاطس تمام كده. وشلت بقى كل حاجه، اللحمه بتاعتها بورق اللوري وكله حطيته في صينيه البطاطس بالشكل ده. هشيل انا بقى، هزود طبعا شويه ملح في الصوص بتاعنا وشويه فلفل كمان، لان انا كنت مسويه اللحمه من غير ملح خالص. بس انا طبعا حاطه ملح في الخلطه بتاعه البصل والثوم، وحاطه فلفل زي ما انتم شايفين في الاول. زودت شويه ملح وشويه فلفل في الصلصه بتاعتنا دي. على فكره طماطم، طماطم فريش، مش صلصه. طماطم مضروبه في الخلاط ومتصفيه ومحطوطه على اللحمه. عايزه اقول لكم والله العظيم بجد ريحتها تجنن وطعمها حكايه. اللهم صل على النبي، تحفه تحفه تحفه. يا ريت تجربوها ومش هتخسروا حاجه. اللون طبيعي جدا زي ما انتم شايفين، الطعم رهيب جدا، ريحة اللحمة مع كل الحاجات. وطبعا صينية البطاطس بتحب التوم شوية، فزودوا توم شوية. اللي بيحب التوم يعني، في ناس ما بتحبش بلاش ومش هيخسر. انا ما زودتش ميه ولا حاجه لان هي كانت مكتفيه كده، لان احنا بنحبها ناشفه شويه. وحطيتها في الفرن على اول، غطيتها بالفويل وحطيتها في الفرن على اول دور في الشبكه اول دور يعني تمام.
ولما استوت البطاطس خلاص وحسيت ان هي تمام، رحت شايله الفويل ورحت حطاها على الشبكه من فوق. رفعت الشبكه لفوق شويه عشان وشها يحمر. شغلت الشوايه يعني، وشها احمر وطلعتها بقت بالشكل الرهيب ده، من فوق مقرمشه واللحمه من تحت كده بقى ايه طريه وجميله، وشاربه من الصلصه بتاعتها وشاربه من الروايح الجميله دي كلها كلها كلها. انا كنت عامله الصينيه دي مع رز معمر. هبقى اقدم لكم الرز المعمر ان شاء الله. تحفة تحفة تحفة، يا ريت تجربوها وبألف هنا وشفا. وإذا كنتوا وصلتوا معايا للفيديو اللحظة دي، يا ريت يا ريت يا ريت اشتراك في القناة وكومنت ظريف جدا. مطبخ مصرية وشكرا.